وبعدين معاك يا اسطى صابر. خير يا ست الكل. طول الطريق اقول لك هدي السرعه، خد بالك، بص قدامك، وبعدين يعني. طب بلاش تقولي حاجه عشان ما تزعليش نفسك، وعدم المؤاخذه بقى انا عارف سكتي كويس، انا سواق محترف معاه رخصه درجه اولى. انا كنت بسوق عربيه نقل بمقطوره قبل ما اشتغل معاكي في الشركه. انت تتكلم معايا بادب وتغير لهجتك دي خالص. ماشي يا هانم، اركن العربيه في الجراج عشان اتكل؟ لا تستنى، هنطلع المطار. مطار؟ الله يخرب بيتي، كل ما اعمل دماغك تطيرها لي. مساء الخير. اهلا ست هانم. حد سأل عليا؟ لا يا فندم. عفاف وضبت شنطتها؟ من ساعة ما خرجت الصبح ما رجعتش. معقول؟ الطيارة معاها حد. طب البي رجع؟ حضرته ما خرجش طول النهار، قاعد على البسين. بيعمل ايه؟ يوم. شفت عمايل البنت يا وسيم؟ لحد دلوقتي ما رجعتش والطيارة ميعادها قرب. ما انت عارفه بنت اختك يا حبيبتي اصحابها كتير ولازم نسلم عليهم واحده واحده. يعني حبك النهارده ما كان عندها امبارح. البنت دي هتجنني باستهتارها يا وسيم، وتلاقي لحد دلوقتي لسه ما وضبتش شنطتها. طب هدي نفسك واشربي بير. هو ده وقته؟ خد. الو. ايوه يا ميرفت. عفاف عندك؟ راحت فين؟ تعمل ايه عند ألفت دلوقتي؟ تاخد جواب؟ طب اديني نمرة ألفت. ثانية واحدة اجيب ورقة وقلم. مرة اقول لها الورق والقلم جنب التليفون. ايوه ايوه ميرفت قولي. ايوه اوكي. طب حبيبتي باي. طبعا مشغولة، قاعدة ترغي ولا على بالها، كأن الطيارة هتستناها. كانت كاني مفيش فايدة مفيش فايدة. الو حبيبتي، انا مش قلت لك ما تتصليش على تليفون البيت؟ ما اتصلتيش ليه على الموبايل؟ الموبايل مقفول وسألت عليك في المكتب. حقيقي. انت عارفه ما قدرتش اروح المكتب النهارده. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ انت بتسالي ليه؟ اظن بعد اللي حصل ليله امبارح ما حدش يقدر يعمل اي حاجه تاني، ولا ايه؟ انت قليل ادب. انت اكتر يا حبيبتي. بتتكلمي منين؟ من مطرح ما سبتني امبارح. معقوله؟ مش قادرة، يلا تعال. هتصل بيكي اول ما مراتي توصل بنت اختها المطار. ليه؟ مش هتروح معاها؟ لا 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 لا، هقول لها انها تعبانه. باي. باي يا حبيبي. بسم الله. اتأخرت ليه؟ ازيك يا عم بشير؟ وحشني يا راجل. والله العظيم وحشني يا راجل. يا راجل كده. طيب اتأخرت كده ليه يا عفاف؟ وايه اللي ملخبطك بالشكل ده؟ مصايب يا سونسون، مصايب ورا بعض. اتخانقتي مع حد؟ اوعي تكوني عملتي حادثة. بالظبط. حادثة؟
طب وحصل لك حاجه؟ جرالك حاجه؟ لا لا لا، اطمئني انا كويسه. كل ما في الامر ما اعرفش اذا كان واحد غلس ولا حمار زنق عليا، رحت انا كمان بقى مزنقه عليه، فدخلت في عمود النور دشدشت العربيه. والعربيه فين دلوقتي؟ مستقره في قلب عمود النور. اصلا انا خفت اتاخر عليكي، رحت سايباها زي ما هي واخدت تاكسي وجيت. لا شاطره، شاطره قوي. اتفضلي اطلعي جهزي نفسك بسرعه، يلا مفيش وقت. انت على طول مستعجله كده يا سوسو. ازيك يا انكل؟ هتوحشني يا انكل والله العظيم. يلا خلي عندي دم بقى. الله. متهيألي شكلك تعبان يا روحي، مش هتقدر تيجي معانا المطار طبعا. طبعا يا حبيبتي، تعبان قوي، كنت شغال طول الليل يا روح قلبي، والبركه فيكي انت. الله يكون في عونك. ماشي يا روح قلبي. على كل انا هروح اسلم على عفاف دلوقتي. عفاف! انت يا سوسو كلها شهرين وارجع لك تاني. انا متهيألي لو ماما كانت عايشه ما كانتش حبتني زي كده. أول ما توصلي بالسلامة كلميني على طول عشان أطمن عليك، وبسلمي لي كتير على بابا. توحشيني قوي يا سوسو. أنت كمان يا حبيبتي هتوحشيني. خدي بالك على نفسك. وسيم بيخونك؟ انت الظاهر الخيانه اليومين دولت بقت موضه. ده كان هيتجنن علشان يتجوزك. باباك الله يرحمه ما كانش موافق على الجوازه دي ابدا لولا اصرارك عليه. ده غير إني استحملت منه عدم الخلفة، وعمري ما جرحت مشاعره بكلمة. أنا خلاص هتجنن، مش لاقيه له سبب واحد للخيانة. اهدي يا سونسون، مش يمكن يكون بيزنس؟ بزنس ايه بس يا طنط؟ ده انا بوداني سامعه المكالمه بينهم. البيبي يسالها انت فين، قالت له مكان ما سبتيني امبارح. هيكون سايبها فين يعني من امبارح؟ في الشارع؟ اكيد في السرير طبعا. لو ايه رجع لي اخر الليل، رجع في الفجر تعبان خلصان خالص. كان لازم تواجهيه. هواجهه ازاي بس يا طنط؟ ما انا لو اتكلمت في الموضوع ده يبقى خلاص لازم اطلب الطلاق. طلاق ايه؟ لو كل زوجين يتطلقوا علشان شك او خيانه ما كانش فضل واحده ست متجوزه النهارده. يا شيخه اشتري دماغك بقى. صحتك. تشيرز. الله. لا ده حر قوي. يخرب عقلك يا سناء. فكرتيني بأمك الله يرحمها. أختي لما كانت تزعل كانت تحب تشرب وكاسين وانسي، وكانت تعمل أي حاجة ما تخطرش على بال حد. فكرتيني بيها يا شيخة. على العموم سيبي لي موضوع وسيم، انا هتصرف. اوكي. سناء فاكره مجدي؟ مين مجدي؟ مجدي ابن فردوس الشغاله الله يرحمها اللي كانت ماسكه البيت الكبير. ماله ده؟ لسه مخلص الجيش، عايزك تشوفي له شغلانه في الشركه عندي. وده مؤهلاته ايه؟ هندهولك وتيجي تساليه، اصله بيعدي من يوم للتاني يشوف طلباتي ايه. مجدي يا مجدي. ايوه انت فاكر مدام سناء؟ طبعا فاكر. ازيك يا ست هاني؟ اهلا يا مجدي، ازيك؟ ايه ده، ما كنتش متصوره انك كبرت للدرجه دي. انت بقى عايز تشتغل ايه؟ والله يا فندم اي حاجه. انت مؤهلاتك ايه؟ ثانويه عامه من غير مجموع. ده بيفهم كويس قوي في كل حاجه، وده شاطر قوي زي والدته الله يرحمها. خلاص سيبي الحكايه دي وانا هتصرف وابقى ابلغك ان شاء الله. كتر خيرك يا ست هاني. عاوزه حاجه حضرتك؟ لا متشكره قوي يا
صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سناء. تقرير جالك؟ ايوه، وبيقول ان في نقص في مواد البناء. معلش يا سناء، انت عارفه السوق وازماته. يا فندم احنا عندنا عقد مع المقاول، فيه التزامات ومواعيد محدده للتسليم. طيب وانت ناويه تعملي ايه؟ انا عايزه اطلع على المشروع دلوقتي، هشوف ايه حكايه المقاول وعين الموقع بنفسي على الطبيعه. طيب بعد اذن حضرتك. مع السلامه. يا باشمهندسة، يا باشمهندسة، ازيك يا معلم مفتاح؟ يا مرحب يا مرحب، شرفت يا ست هانم. اخبار الشغل مش تمام ليه؟ جايالي منك شكاوي كتير قوي. الله، من انا؟ ليه كفانا الشغل؟ ما الشغل كله ماشي قرصت اهو. قرصت ايه بس يا معلم؟ المواعيد كلها بايظه. يا ست هانم احنا بنشتغل بايدينا واسناننا وربنا شاهد. يا عم ده كلام، مش في مواعيد؟ مش لازم كل الاسقف دي تكون خلصت واترمت خلاص؟ يا ست هانم العين بصيره والايد قصيره. قصيرة ايه وبصيرة ايه؟ انا عايزه افهم ايه الكلام ده. الاسمنت يا ست هانم شاحح في السوق، والسوق نفسه والع، بس احنا ادينا بنعرض وان شاء الله هنوصل، واطمنك احنا بنشتغل بضمير وبشرف. ايه ده؟ ايه ده؟ انت واخده عينه معاكي؟ ايه عندك مانع؟ العينه دي هتروح المعمل للتحليل نشوف ايه الحكايه. الله عيني بس ست هانم، انا راجل في السوق سمعتي زي البرلنت، انت كده هتعطلي الشغل، ولا يكونش قصدك تبوظي سمعتي في السوق؟ لا، انا مفتاح ابو العزم، سمعتي زي الجنيه الدهب. شوف يا معلم، لو انت شغلك مظبوط مش هتخاف. انا ما بخافش الا من اللي خلقني بس. انا ما فيش بيني وبينكم الا الكونتراتو، تستلموا مني الشغل زي الكونتراتو ما بيقول. يا باشمهندسه قدامك كتير ولا خلاص؟ انت مالك انت لازق في العربيه. عموما نوقف بقى كل الشغل لغايه ما تطلع لي النتيجه من المعمل، اشوف انا بقى ايه الحكايه دي. الله، ده حاجه غريبه والله، انا مش فاهم ايه اللي دخل النسوان في كار الرجاله. هي الدنيا مقلوبه ولا ايه؟ يا ريس المهندسه خلصت ولا لسه؟ ما تتنايم، خليك في حالك وسابنا في المصيبه اللي احنا فيها. هتمر الاول على المعمل تسلمهم العينه وبعدين يا ست هانم انا بني ادم من دم ولحم، انا طفحان الكوته معاكي من صباحيه ربنا. يعني ايه؟ بلاش نشوف شغلنا؟ ما تاجلي المشوار ده لبكره. اللي اقول لك عليه تعمله من سكات. حرام عليكي، انا عندي تاكسي وعايز اشوف مصالحي بعد الظهر، بكره وقفه العيد. الله، وهو ده مش شغل؟ انت مش موظف في الشركه دي وبتاخد ماهيه؟ ماهيه ايه؟ ما بتكفيش الشاي والدخان. خلاص لو مش عاجبك تشوف لك حته تانية. انت بتهدديني ولا ايه؟ قال ضربوا الاعور على عينه تنحرق، دي شغلانه. انت راجل ما عندكش اخلاق، ودي اخر مره هتوصلني فيها. احسن برضو، الارزاق بيد الله. لعلمك بقى انا ممكن اشتغل سواق عند اي حد، بس انا هشتغل لحسابي على التاكسي بتاعي. 60 ده احسن. بشير، خد مفتاح العربيه من سواق الزفت اللي اسمه صابر ده وخليه يمشي. امرك بيبي حبيبتي، معلش انا لازم اسافر النهارده، عندي شغل مهم جدا في باريس ويمكن اسافر على روما. مش عاوز اي حاجه من هناك؟ لا سلامتك. يا حبيبي هتوحشني. باي. فيفي، وسيم، اخصى عليك، بقالي يومين ما شفتكش. ايه رايك بقى ارجع اقعد معاكي 4 ايام من غير ما يخرج من الاوضه دي؟ حقيقي يا وسيم؟ يعني مش هتسافر؟ هسافر هنا يا حبيبتي. يا فندم واحد اسمه مجدي جاب اللفه دي وبيقول لي جنابك كل سنه وحضرتك طيبه. فيها ايه اللفه دي؟ فاكر جنابك؟ طبعا. الله حلو قوي. الف هنا والشفا. هو راح فين؟ مش يا فندم. طب حط دي عندك على الترابيزه. امرك.
وانت يا ناصر؟ وانا ايامي باخدها عادي، بس اجي اقول له انا ليا يومين يقول لي لا انت مالكش ايام. طمنوا يا رجاله، هنحل لكم مشاكلكم دي كلها ان شاء الله. ترى ايه يا سماد، انت سايب شغلك انت والعمال وعاملين لي قاعده؟ الله، ما دي ساعه الراحه يا ست زكيه. ربنا يريح قلبك. قوم يا اخويا انت وهو شوفوا شغلكم يلا. استنى انت، في شويه حسابات مش متظبطه، تعالى ورايا. دفتر الحسابات في المكتب. هنتحاسب هنا على السريع. على السريع؟ انا مش فاهم حاجه. الحساب اهو. ايه دول؟ دول يا حبيبي عشان تشبرق بيهم نفسك، ربنا ما يحرمني من شبابك. انا ورجعت. ايوه ساعتين، اتفضل. مظبوط يا طنط. لا اطمني خالص، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. بيطمنيني عليكي. لا يا طنط عفاف لسه ما اتكلمتش. حاضر اوكي، يلا مع السلامه. ميرسي يا حبيبتي. على ايه؟ النهارده عرفت انك كنت بتدعي لي من قلبك، ربنا وفقني في اكبر صفقه في حياتي. كويس، مبروك. طب عشان خاطري بلاش التبويزه دي، ولا عاوزه بعد بكره يجي وانت لسه مبوزه؟ ليه؟ هو في ايه بعد بكره؟ في اجمل يوم، في اغلى ذكرى في حياتي. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ تقرير المعمل الكيماوي بيقول ان المعلم مفتاح. تقرير المعمل بيقول ان المعلم مفتاح بيغش في خلطة الاسمنت. معقوله الكلام ده؟ ايوه يا فندم، والحقيقه انا ما كنتش مطمنه له من الاول، والمساله كده بقت واضحه، بقى فيها تخريب، يعني ما فيش غير حل من اتنين، يا اما يسيب المشروع ويدفع تعويض، يا اما هضطر اقدم التقرير ده للنيابه. اطمني، اللي انت عايزاه انا اعمله لك. انت عارفه طبعا ان انا ما اقدرش اسكت على حاجه زي دي. سيبي لي الموضوع ده وانا هتصرف. الو، انا يا طنط ازيك؟ لا كويس انك طلبتيني، انا كنت لسه هكلمك والله. كنت عايزه منك حاجه. بقول لك ايه، الولد اللي اسمه مجدي ده اللي قلت لي عايز يشتغل، ده يعرف يشتغل سواق؟ بيعرف يسوق يعني؟ اما انا طردت السواق بتاعي خلاص. طيب لو كان بيسوق عربيه اللي هو في الجيش يبقى اكيد بيسوق كويس. خلاص ابعتيهولي وانا هجربه. برافو عليك يا مجدي، سواقتك ممتازه، يا ريت مواعيدك كمان تكون ممتازه كده. تحت امرك يا فندم. بكره تجيلي الساعه 7، هنزل بدري على المكتب. ايه رايك يا حبيبي؟ تحفه، بس انا مش عايزه منك حاجه. يا سلام، وليه ده كله؟ هو ايه اللي حصل؟ انت بقالك اسبوع انت مبوزه في وشي. قولي نفسي يمكن في حاجه مضايقاها في الشغل، ولا زعلانه عشان بنت اختها سافره. انت مالكش دعوه بيا خالص. ازاي بقى يا حبيبتي؟ انا لازم اعرف ايه اللي مضايقك. يا بجحتك يا اخي، يعني مش عارف السبب؟ مش كفايه اني ضغط على اعصابي وكاتمه في قلبي لما حاسه ان انا خلاص هنفجر؟ انا عايز اعرف انا قصرت معاك في ايه؟ ولا يعني الراجل ما يبقاش راجل الا اذا خان مراته؟ انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوليه ده. يا اخي انا خلاص بقى هطقم الاستعباط اللي انت فيه ده، خلاص ما بقتش قادره استحمل. ده انا بوداني سامعه خيانتك ليا في التليفون. اوعى كده في بيتي، البيت اللي لا احترمته ولا احترمت مشاعر صاحبته، وفاهم انك بشويه المظات تقدر تشتري كرامتي. لا يا استاذ، انا كرامتي غاليه قوي فوق لنفسك، انا ما حدش يقدر يشتريني.
انا بس دلوقتي فهمت. مكالمة تليفون تعمل الثورة دي كلها؟ وبعدين يا ست هانم عيب قوي تصنطي على تليفوناتي، ثانيا لازم يبقى عندك ثقة أكتر من كده في نفسك. اولا انا ما بتصنعش على تليفوناتك، دي جت بالصدفه. ثانيا انا واثقه في نفسي، واثقه في نفسي كويس قوي. لا مش قوي. اوعى لا مش قوي. لا بلاش خليك. وبعدين مش أي واحدة تكلمني في التليفون أبقى على علاقة بيها. يا سلام، هو انا هبله؟ الطريقه اللي انت كلمتها بيها في التليفون تبين طبعا ان في حاجه بينك وبينها. دي مرات واحد منافس على عقد أنا مقدم فيه، حبت تدلع عليا شوية أفوت العملية لجوزها. فاكرني انا هبله بقى؟ هصدق اي كلمتين يتقالوا لي؟ اوعى يا خليص. حبيبتي والله ما أنا بكذب عليكي، حتى لو كان ظهر فيه شوية تجاوب من ناحيتي فكله الهدف. هدف ايه وزفت ايه؟ انت عايز تجنني؟ أنا لازم أعرف منها شوية معلومات. الله، ما ست إيه دي اللي هتاخدني منك؟ أنا بحبك وبثق فيكي وعاوز أحس إنك كمان بتثقي فيا. مش ممكن حاجة تافهة كده تهزك. وبعدين أنا بحبك يا سمسم. يلا قوم اتكل على الله انت يا سعيد، عشان عندنا شغل كتير الصبح في المشتل، احتمال هانم تطلبني. لو طلبتني خليك انت مكاني. حاضر يا ريس. ايه ده؟ انت جاي الفجر؟ امال فين جوزك؟ خد العربيه بالمقطوره وراح على الصعيد، قدامنا يومين. والله ما انا خايف غير يقطرك انت ويكبس علينا. الشر بره وبعيد، ما تفولش في وش امال. يا زكيه يا زكيه، الواحد لازم يبقى حريص. قصدك ايه؟ قصدي انك تخف شويه. ايه الكلام الجديد ده العادي. قول لي ايه اللي في مخك؟ ما انت من يوم ما اشتغلت الشغلانه الجديده ديت وانت مش انت. والشغل داخله ايه يا زكيه؟ انا خايف عليك انت. اطمن ما تخافش، انا محرسك كويس، ده انا ذكيه والاجر على الله. خليك انت بس جامد. ها اتعشيت؟ والاكل كابس عليا. هخليك تهدم يا عينيا كويس قوي وترتاح. بقول لك ايه، ما تسيبيني انام النهارده. الله، جرى يا واد، هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ ده انا ما صدقت الراجل انكشح. انت ايه حكايه جوزك معايا بقى؟ هو الراجل يخستع معاكي ويرمي الحمل عليا انا؟ بالراحه. صباح الخير. ايه ده كمان مش بتردي عليا؟ انا تعبانه وما نمتش طول الليل. ومين يعني اللي نام؟ انا طول الليل قاعد بفكر في اللي حصل لنا امبارح. الظاهر يا حبيبتي ان الشغل بيبعدنا عن بعض. زمان كنا بنقعد مع بعض بنتكلم بنتصارح، عمر ما حصل لنا كده. انا دلوقتي بقيت اخاف انك تروحي مني. لو رحت منك هتكون انت السبب. انا كل اللي طالبه منك انك تثقي فيا حبيبتي. اليومين دول انا محتاج قلبك معايا، محتاج انك تقفي جنبي. يا سلام، وكل المده اللي فاتت ما كانش قلبي معاك واقفه جنبك، واول ما جالك تليفون من الست هانم. بس تليفون ايه يا سناء؟ انت لسه فاكره؟ انت شيلي الحكايه دي من دماغك يا حبيبتي. انا محتاج انك تدعي لي دلوقتي، دعاكي مهم جدا بالنسبه لي. وبعدين وحياتي انا بطلي التبويزه دي، مش ممكن يجي علينا بكره وانت مبوزه كده. في ايه بقى؟ يعني في ايه بكره؟ بكره اجمل يوم واحلى ذكرى في حياتي. ثانية واحدة. العروسة جاهزة؟ عروسة؟ طبعا عروسة.
كل واحده بترجع عروسه يوم جوازها، وانتي احلى واجمل عروسه شفتها في حياتي. واو يا غزل بقى. وليه ما تقوليش انها حقيقه؟ انت ممكن تقولي هنروح فين؟ حالا هتعرفي. قمر يا حبيبتي، قمر. الله، مين اللي بعت لنا الورد ده يا حبيبي؟ انا. يا روح قلبي ميرسي. رايحه فين؟ انا مش هنخرج؟ لا تعالي معايا. على فين؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ يجنن يجنن حبيبي يجنن. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. ما لقيتش حتى نحتفل فيها غير هنا، عشان مش عاوز اشوف ست غيرك انت. حبيب قلبي. الايد دي اللي اتمدت لي في يوم من الايام ناقصها حاجه. الله يا وسيم، ده كتير يا حبيبي، كتير قوي. انا اسف اني ما لقيتش اغلى منك، كنت جبتهولك على طول. انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. وانت دنيتي، انت سبب نجاحي يا حبيبتي، وكل اللي وصلت له ده بفضلك انت. نحتفل. دي بقى جايبها لك من باريس مخصوص. وايه بقى؟ خلي بالك. بصحتك يا حبيبتي. صحتك يا روح قلبي. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yeah, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. And beside me is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life, lady. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. انا عاوز افهم مين اللي قالك تتصرف من نفسك؟ انتوا مش هتفهموا ولا ايه؟ انا مش منبه عليكم كلكم اني هرتاح اسبوع من الشغل ومش عاوز اي حد فيكم يتصل بيا؟ امال ايه؟
مش بتفهمهم؟ الله، مش عارفين تعملوا حاجه من غيري؟ موظفين ايه انتوا؟ منظر بس. انت عاوز تسمعني ايه تاني؟ تعويض؟ تعويض ايه؟ عنها ما تسلمها. قلت نص مليون جنيه. انا بني ادم من حقي ان انا ارتاح. انا قلت بتاع الكلام دي حاجه تقرف. ايه يا حبيبي مالك بتزعق كده ليه؟ حاجه تقرف حبيبتي. شركه الشحن المفروض تشحن المعدات مش هتشحنها ليه؟ قال عندهم اضراب في المينا. التاخير ده هيكلفني نص مليون جنيه بس يطرش نص مليون جنيه. معقول يا حبيبي؟ طب وايه الحل؟ ما تقدرش تعمل اي حاجه؟ ما حبيبتي عشان اعمل حاجه لازم اسافر قبرص واكلم الناس بتوع الشركه هناك يدوروا على مينا عشان نشحن منها المعدات. خلاص يا حبيبي سافر قبرص. اسافر ازاي يا حبيبتي؟ دول عاوزيني اسافر النهارده. طيب انا عامل حسابي ان انا اقضي الاسبوع ده معاكي. طز في الشغل. طب هم هيعملوا ايه بس يا حبيبي؟ ما هو شغلك وخايفين عليه. طب انا عارف بس انت ذنبك ايه يا حبيبتي؟ انت ذنبك ايه؟ معلش يا حبيبي، الايام قدامنا كتير بس دي حاجه مستعجله ولازم تعملها. انت المفروض تسافر الساعه كام؟ بيقولوا حجزولي على طياره 1:30. طب ده انت يا دوب تلحق. اطلع بقى خد الشاور بتاعك وانا هنزل اجهز لك الفطار وبعدين احضر لك الشنطه. اوكي؟ ربنا يحرمني منك يا حبيبتي. يلا بقى احسن تتاخر. يلا بشير، بشير. عم بشير. يا خلو. ايه يا استاذ مجدي؟ العربيه جاهزه والهانم نازله حالا. صباح الخير يا بشير. صباح النور يا فندم. السواق جه؟ ايوه يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مجدي. طلعت العربيه المرسيدس؟ جاهزه يا فندم. طيب وانت حطيت الشنطه بتاعت السفر في العربيه؟ ايوه يا ست هانم حصل. انا قلت اجيب لحضرتك الجرايد والمجلات دول عشان تتسلي في الطريق. متشكره قوي يا مجدي. انا فعلا ما بلحقش اقرا الجرايد في البيت. مع السلامه يا هانم. الف سلامه. الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك. ده انا كنت خايفه نتوه في الطريق. نتوه ازاي؟ ده انا حافظ شرم الشيخ شبر شبر من ايام ما كنت في الجيش. هو حضرتك نازله في انهي اوتيل؟ لما نخلص شغلنا الاول نبقى نفكر في الاوتيل. تحت امرك يا فندم.
الشمس هنا جنب على حضرتك. ميرسي قوي يا ماجد. جبروتك يا اخي، يا جبروتك. هي دي بقى الصفقه اللي سيادتك كنت عايزني ادعي لك عشانها؟ يا روحي الحمد لله اتوفقت فيها. ايوه انا بصدق، هبله طبعا. قعد سيادتك تمثل عليا في التليفون ومتضايق قوي مش عايز تسافر، مش كده؟ واقوم انا زي الحماره اوضب لك شنطه هدومك بايديا واحط لك هدومك حته حته عشان سيادتك تروح تقضي لك كام يوم انبساط مع الست الهانم. تبقى لك ايه يا بيه؟ تبقى لك ايه انت؟ كنتش اتجوزتها؟ انت اتجوزتها؟ يعني مش جواز يطلع ايه ده بقى اللي مش جواز ده؟ يعني جواز بقيه بس قدام ربنا. زوجتك نفسي وقابلته وانتهينا. ايوه بس قدام ربنا. يا نهارك اسود ومنيل، يعني انت اتجوزتها فعلا؟ يا بيبي الظروف كانت اقوى مني وده اللي كان الحل الوحيد اللي قدامي. ظروف ايه وهبه ايه اللي تخليك تعمل كده؟ اسمعي يا سناء، انا طول عمري من ساعه ما اتجوزتك وكل همي ان انا اسعدك. انا كنت بشتغل ليل ونهار عشان اعيشك في احسن مستوى. يا سلام، وهو ده يبرر خيانتك ليا؟ ده انا اهلي ما كانوش موافقين على جوازك، ده انا عملت المستحيل عشان اخليهم يوافقوا. يا ريتني كنت سمعت كلامهم، ما كنتش شفت اليوم الاسود ده. انا عملت ايه عشان تخن؟ انت قول لي انا هتجنن. صدقيني انا ما خنتكيش. ما خنتنيش؟ اشوفك بعينيا قاعد تحب في واحده تانيه وتقول لي ما خنتكيش. انا عملت كده علشانك. علشاني؟ خلاص منيل، بتتجوز واحده تانيه علشاني؟ انت عايز تجنني؟ مش تساليني الاول فيفي دي بنت مين؟ ما يهمنيش. دي بنت الوحيده للمليونير اسماعيل صبري. طز، ما يهمنيش. يعني ايه طز يا بيبي؟ اسماعيل صبري ده انت عارفه مكانته ممكن يساعدني قد ايه. وبعدين فيفي دي كانت زي طوق النجاه بالنسبه لي. انا لما حسيت ان انا هغرق وبعد كام ضربه في السوق دي كانت فرصه بالنسبه لي عشان اقف على رجليا من جديد. وبعدين يا بيبي فتحي مخك يا بيبي، فتحي مخك، كل ده في مصلحتنا. بيبي ومصلحتنا؟ مصلحتها انك تروح تتجوز واحده عليا؟ طب ما كنت تحكي لي، انا كان ممكن اقف جنبك، كان ممكن اتصرف اعمل اي حاجه، ان شاء الله حتى ابيع الفيلا واديك فلوسها تتصرف بثمنها. لا انا كرامتي ما تسمحليش، خصوصا بعد كل اللي انت عملتيه علشاني. وبعدين عمرك ما كنت هتحسي باي تغيير من ناحيتي. طبعا مش هحس باي تغيير، ما انت ممثل قوي جدا، تقدر تمثل عليا اي دور وتكذب عليا زي ما انت عايز. انا تبيعني عشان واحده اغنى مني؟ ماشي يا وسيم، ماشي يا بيبي انا لسه بحبك وعمري ما هفرط فيكي. بيبي ايه وهباب ايه؟ ما تبطل بقى الاسطوانه دي، انا حياتي معاك خلاص بقت مستحيله. طلعني يا وسيم.
طلعت ازاي؟ حرام عليكي. حرمت عليك عشتك. انا مش هبات الليل على ذمتك. انت هتطلعني غصب عن عينك. انا بقول لك اهو طلعني يا وسيم قبل ما ارتكب لك جريمه. وسيم انت ماشي؟ لا يا حبيبتي، الظاهر ان وادي قعدتي معاكي هتطول. يعني مفيش سفر تاني؟ لا، اللي كنا بنسافر لهم خلاص ادونا فيزا مفتوحه. ايه في ايه؟ عفوا يا هانم، مجدي الشوفير تحت. مش مهم، يروح، انا مش خارجه النهارده. حاضر يا فندم. علي، انا رفعت بيها. لا معلش، انا اسفه مش قادره اجي الشغل النهارده، انا تعبانه قوي. الله يسلمك. طبعا التقرير جاهز، نجيبه لحضرتك بكره الصبح ان شاء الله. متشكره قوي، مع السلامه. انا جيت. بقول لك ايه يا زكيه، انا الليله حيلي مهدود ولازم اصحى بدري. ويا واد اللي هدت حيلك اهو شغل هناك بالنهار وهنا بالليل. ما انت طول عمرك شغال، اشمعنى اليومين دول بتشتكي؟ الله، جرالك ايه يا زكيه؟ هو تحقيق ولا ايه؟ بقول لك عندي سفر الصبح. على فين العزم؟ مش شغل. خش يا حواش، خوفتني. مالك يا واد اتقلبت كده؟ جرى ايه؟ هو انا قصرت معاك في حاجه تكونش شرقان؟ طب خد باللي ريقك بدور. كتر خيرك، مش عاوز منك حاجه. من امتى؟ من الليله يا زكيه. لو عاوزاني اسيب المشتل اقوم امشي حالا. ايوه كده، اظهر وبان على حقيقتك. ما هو دين الكلب عمره ما ينعدل. انا من المره اللي فاتت ولا شم ريحه الغدر، لكن لا، مش انا اللي اتاكل اونطه. ده انا اجيب عليها واطيها واقتلك واروح فيك اللومان. حط الكلام ده حلقه في ودنك.
αλλά απ' το ποτήρι σου να πιω. Με μεθάς και τα έχω χάσει με τον ίδιο μου τον εαυτό. Όταν τον κοιτάζω, όταν τον κοιτάζω, μαργαρίτες να μαδάει κι ολοκίνες να ρωτάει. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, κι αν για μένα ναι πονάει. Να ξέρεις μονάχα πόσο μου έχεις λείψει, μακριά από σένα βρίσκω μόνο λείψη. Να ξέρεις μονάχα πόσο μου έχεις λείψει, μακριά από σένα βρίσκω μόνο λείψη. Μαργαρίτες να μαδάει κι ολοκίνες να ρωτάει. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, κι αν για μένα ξενυχτάει. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, κι αν για μένα ναι πονάει. Να ξέρεις μονάχα πόσο μου έχεις λείψει, μακριά από σένα βρίσκω μόνο λείψη. Να ξέρεις μονάχα πόσο μου έχεις λείψει, μακριά από σένα βρίσκω μόνο θλίψη. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, κι αν για μένα ξενυχτάει. Μ' αγαπάει. الو. ايوه يا وسيم، صحتني من النوم. نايمه في العربيه على البحر. لا ما بهزرش، صحيت دلوقتي لقيت واحد كمان نايم جنبي. مش عارفه استنى اما اشوف لك ده مين ده. دلوقتي السواق بتاعي. والله انا قلت لك عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق انت حر. يلا بقى دماغي تقيله وعايزه انام. باي باي. الو الو الو. بتحبيه مقلي ولا مشوي؟ ايه بتحبيه دي؟
ولما تتكلم معايا تقول لي حضرتك، انت فاهم؟ ثم انا بحب لا مقلي ولا مشوي ولا بحب السمك من الاساس خالص. وبعدين ما تقفش قدامي عريان كده، روح البس لك حاجه. الله، السمك حلو قوي. ايه ده؟ ده الصنف اللي بتحبيه، اصلك بتبقي حاجه تانية ما تشربي. اخرس اخرس خالص والزم حدودك. انا ما طلبتش منك تجيب لي الزفت ده. تاني مره ما تجيبش حاجه الا لما انا اللي اقول لك، انت فاهم؟ اتفضل مع السلامه. الهان الصغيرة رجع بالسلامة من أمريكا. عفاف يا حبيبتي، عفاف بابا وحشتيني. انت فين؟ وحشتيني يا مجرمة. تعالي تعالي قلت الحمد لله على السلامة يا بوك. الحمد لله على سلامتك. انت جيتي امتى؟ انا وصلت امبارح وعرفت انك مسافرة. وحشتيني قوي. انت وحشتيني اكتر. لحد كنت فين؟ ما تصوريش كنت محتاجه لك قد ايه يا عفاف. انا عايزاكي بقى تحكي لي على كل حاجه من ساعه ما سافرت. الناس بقت وحشه قوي يا عفاف، واللي تعملي معاه خير هو اول واحد يأذيكي. انا مش عارفه الدنيا حاسه فيها ايه. انت اصلك مثاليه زياده عن اللزوم يا سونسا، واللي عمله معاكي انكل وسيم ده بيتعمل كل يوم. في مصالح لازم تحسبيها. ما تدافعيش عن حاجه غلط. مفيش راجل في الدنيا يستاهل حب اي ست، كلهم زي بعض، احنا بس اللي ضعف.
ما تكبرش الموضوع قوي يا سونسا. انت عارفه عيبك ايه؟ عيبك انك عايشه جوه نفسك. لازم تعيشي زي ما الناس عايشه، ولازم تعرفي ان زي ما الحياه اتغيرت العواطف كمان اتغيرت. يعني انت كمان لازم تتغيري. اتغير يعني ايه؟ ما اقدرش ابقى كدابه وغشاشه وما عنديش ضمير. تظهر بقى دراستك في الجامعه الامريكيه وسفرك لامريكا كل سنه بوظلك دماغك خالص. ابدا، ده انت بس لسه متمسكه بحاجات اولد فاشن، يعني مش عصريه. هقول لك ايه، طول عمرك طايشه واخده الحياه باستهتار. عشان بتكلم معاكي بصراحه. طب خلي صراحتك دي بقى لنفسك. انا تعبانه قوي عايزه انام. ما نمتش طول الليل، حاسه اني عايزه انام ما اقومش. يا أستاذ مجدي، يا مجدي يا ابني، الهانم بتقول لك مش رايحة شغل النهارده. طيب مجدي يا مجدي يخرب عقلك. ايه بتبحلق فيا كده ليه؟ ايه مش عارفني؟ خلاص نسيت فوفا؟ عفاف يا ولا. ايوه صحيح. ازيك يا انسه عفاف؟ انسه عفاف؟ ده ايه الادب اللي نزل عليك ده كله؟ ايه وكنتش كده وانت صغير؟ تعالى نقعد. فاكر زمان؟ فاكر ايام اللعبه والشقاوه؟ فاكر لما كنت بتفرض عليا لعب صبيان وبعديها كنا بنتخانق؟ ده انت كنت مجرم. ايه اللي فاكر؟ هي دي حاجه تتنسى يا فوفا. بس انا بقى كنت بغلبك وبخربشك وتروحي تعيطي لنازك هانم وامي تنزل فيا ضرب. بس انت تستاهل. لكن قولي لي، انا من ساعه ما اشتغلت هنا ما شفتكيش. انت عايشه فين؟ انا عايشه هنا مع طنط سناء، بس انا كنت مسافره عند بابا في امريكا. ايه ده؟ انت ابوكي في امريكا؟ اسمها ابوكي؟ اسمها بابي. ها؟ اصل بعد ماما توفت بابا كان عايزني اروح اعيش معاها هناك، لكن طنط سناء صممت ان اعيش معاها هنا وبظروف اجازه الجامعه. انت بتدرسي في جامعه ايه؟ انا بدرس بقى اداره اعمال في الجامعه الامريكيه. لكن صحيح انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا يا ستي السواق الخصوصي بتاع سناء هنا. يخرب عقلك. تعرف بقى انا ابتديت اخاف على خالتي؟ بتعرف تسوق ولا واخدها عافيه زي عوايدك؟ بكره تشوفي وتجربي. وبكره ليه؟ النهارده توصلني للجامعه. يلا يا اسطى. تاكلي اكل الغلابه؟ يا سلام يا مخ يا فهمني، بس اوعى تجيب سيره سونسون عشان لو عرفت تهجم عليها. يا مجنون. ايه في ايه يا بشير؟ في واحدة ست عايزة حضرتك. انتي طلبتي تقابليني؟ هي خدمة ليا وليكي، وعلى رأي المثل شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. ايه ده؟ ايه الموضوع؟ هنتكلم هنا ولا نتدارى؟ نتدارى ليه؟ لحد من الخدم ولا الحشم ولا البي جوزك يسمعونا. ايه ده؟ ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ ما غريب الا الشيطان. قلتي ايه؟ انا بقول نتدارى احسن. النبي حاسه اللي انت مجرجراه وراكي. هو مين ده؟ السواق بتاعك اللي ما يتسمى مجدي. ماله عمل لك حاجه؟ حاجه واحده بس؟ ده عمل فيا حاجات كتير. قليل الاصل نكر خيري سبتره وراح يروف على غيره. خير ايه وطر ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. كنت فاكره زي ما اسم الله مقامك كبير كمان عقلك كبير. انت جايه هنا تقلي ادبك؟ انا لغايه دلوقتي لا انا عارفه انت مين ولا جايه هنا تعملي ايه. انا قد العضبه شركتك. شركتي في ايه؟ في اللي ما يتسمى مجدي. بس انا بقى الاساس.
كنت مسلسلاه بحنيتي وفلوسي. جيت انتي وبسبستيله لحد ما قطع السلسلة وجري وراكي، ما هو كلب. بس على مين؟ ده انا ذكية والعجل على الله. اما حقيقي ست بكحة، انت ازاي تتجرأي وتجيلي لحد بيتي وتكلميني بالشكل ده؟ اتفضلي اطلعي بره بره. اقعدي، انا مش هتحتح من هنا قبل ما ارسلي على بر. انت عايزه تلهفي الواد مني واقفه اتفرج عليكي؟ لا يا الدلعادي، ده كان مقشف ونضفته ولبسته وخليته يعرف معنى الفلوس. عايزه تقشيها على الجاهز؟ لا، انتوا مفكره ايه يا الدلعادي؟ انتوا مفكرين نفسكم ايه؟ حتى الحب مش سايبيننا نتهنى بيه، ده احنا كلنا ولاد 9 واللي يوجعني يوجعك. لازم تعرفي ان الواد ده انا عطفت عليه وشغلته، لكن من النهارده مش هيدخل البيت ده تاني. وايه اللي يخليني اصدقك؟ ما هو جايز اخرج من هنا تقول لي ابوكي في العش ولا طار. قلتلك خلاص، اتفضلي بقى مع السلامه، اتفضلي. انا ماشيه، بس مش ههدى ولا يرتاح لي بال الا لما يرجع لحضني تاني. وذنبك على جنبك، المره الجايه انا مش هجيلك انتي، انا هروح للبيه جوزك العواف. يخرب عقلك، عرفت تختار بصحيح. الاكله دي ما كانتهاش من 5 سنين. وانا ما بطلتهاش من 20 سنه. لا والشفا. انما قول لي، انا كنت سنه ارجع متضايقه النهارده ليه؟ انت لاحظت حاجه ولا ايه؟ اصلهم ضايقوها في الشغل. هي طول عمرها كده محبكاها، ما يعجبهاش العجب، عايزه تمشي الدنيا كلها على مزاجها. طب بمناسبه المزاج بقى، تاخدي لك سيجاره ولا لسه نونو؟ مسمار ولا لا؟ مسمار ولا لف؟ يا نهار اسود، البت صايعه. لم الاكل بسرعه بقى عشان اوصلك الكليه. تحب ترجع لك على الساعه كام؟ 3:30 بالظبط، لو اتاخر عليا. مساء الخير يا عم بشير. اهلا. لو سمحت اسال مدام اذا كانت عايزه حاجه قبل ما امشي ولا لا. الهانم عايزاك جوا. تعال ادخل. تعال قرب. حط مفاتيح العربيه هنا. اتفضل. ايه دول؟ بقيت حساب الشهر ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. انا اسف. يعني ايه اسف؟ يعني حب ليكي ما يتقدرش بثمن. اما انك سيف الحقيقي. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت مين اللي عشان تكلمني كده؟ اتفضل بره. بره. تفتكري انت فعلا عايزاني اطلع بره؟ طبعا عايزاك تطلع بره. ايه؟ بس انا بقى افتكر انك عايزاني ايه ده؟ زي ما انا عايزك بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت جننت. ابعد عني يا مجنون. يا مجنون. يا مجنون.
جيت في تاكسي ليه؟ امال فين العربيه؟ الهانم خالتك النهارده خدت مفاتيح العربيه واستغنت عن خدماتي. مش معقول، ايه اللي حصل؟ الحقيقه الهانم افضلها كتير عليا وكانت بتعاملني احسن معامله. بس خلاص سيب الموضوع ده عليا وانا هتكلم معاها فيه. لا بلاش يا عفاف، انا هدور لي على شغل في مكان تاني. وتدور ليه؟ انا عندي المكان اللي هتشتغل فيه. اقدم لك احد ضحايا طنط سناء، مجدي اللي كان شغال سواق عندها. طبعا حضرتك عارفه. انكل. طبعا قابلته مره واحده وهو بيوصلها، بس من يوم ما سافروا اسكندريه وانا ما شفتهمش. هي حكت لي على اللي حصل. تعبتك ها؟ تعبتني ازاي يا فندم؟ دي الهانم. يعني بالراحه بشويش، سوق على مهلك، وانت طبعا بتسوق في اسكندريه. والله انا انبسطت جدا مع الهانم يا فندم، بس رفضتك ليه؟ مش عارف. انا عارف. اتفضل اكتب اسمك وعنوانك لو في تليفون، وقطعا هنتقابل. يعني هشغله عندك يا انكل؟ طبعا يا حبيبتي هشغله. يس حبيبي، ربنا يخليك لي. هات لي بقى. مبروك يا مجدي. مش مطمن جوز خالتك على فكره خالص. ايه في ايه؟ بتفكر في ايه؟ هو كده خلاص. مجدي مجدي يا مجدي. عفاف، الساندوتشات. يس. ايه رايك في المفاجاه دي؟ مجدي ساكت ليه؟ انا وجودي مضايقك؟ مجدي لو سمحت رد عليا. مجدي بصلي. انت بتعيط. ما كنتش احبك ابدا تشوفيني في حاله الفقر دي. الفقر مش عيب، كلام. والغنى مش حاجة حلوة. برضو كلام أغنية. الحب أكبر من الفقر وأقوى من الغنى. عشان كده أنا هنا لأني بحبك. بحب الإنسان اللي جوه الهدمة المتقطعة دي، وبحب روحه في المكان الفقير ده. أنا صحيح غنية، لكن حبي ليك أغنى بكتير. عفاف، لازم تعرفي ان الفقر دفعني اعمل حاجات كتير مجنونة يمكن تكرهك فيا. الحب غفران. انا حاسس ان حبك ليا زي ما يكون بحر، طهرتني امواجه وسحرتني اصواته. عفاف، اسمع. عفاف، صوت الطيور والكروان والضفادع، الله قد ايه جميل. دي اصوات الطبيعة. دي اصوات الحب.
الو، مين؟ سوسن؟ ايوه حبيبتي، انا سناء خالة عفاف. الله يسلمك. معلش سوري اني بكلمك في وقت متاخر. قولي لي عفاف ما جتش عندك؟ ما شفتيهاش خالص النهارده؟ لا، ما انا اتكلمت عند ألفت وميرفت برضو ما شافوهاش الليله دي خالص. طبعا عمرها ما اتاخرت لميعاد زي ده. انا كمان قلقانه عليها جدا. طب يا حبيبتي معلش صحيتك من النوم. يلا تصبح على خير. ايدك هتتلسع. على فكرة انا اتأخرت قوي، انا لازم امشي. ما لسه بدري. لا اتأخرت مقدرش. باي باي. مع السلامة. كنت مع مجدي. استريحتي بقى؟ يا نهار اسود ومنيل. عرفتي امتى وازاي؟ اتكلمي. من ساعة ما رجعت من السفر. اسكندرية؟ الحيوان؟ اسمعي، الولد ده انت مش لازم تشوفيه تاني خالص، ده خطر عليكي، انت فاهمة؟ خطر عليا ليه؟ من غير ليه؟ انا اكبر منك واعرف مصلحتك. لا، من غير ليه ده بقى عندك انت، لكن انا لازم اعرف واقتنع. واذا كان عندك بقى لازم تقولي لي. يا عمال انت هقول لك ايه؟ انت اتجننتي؟ انت عارفة مجدي ده ايه؟ ده السواق بتاعه، وطول عمره هو وامه وعيلته كلهم يشتغلوا خدامين عندي. انت عايز تفضحيني وتفضحي نفسك. المسائل دي بقى ما تهمنيش. انا تفكيري مش زي تفكيرك. انا يهمني الانسان اللي ارتاح له ويحبني واحبه. يا سلام، مالك غير الحيوان ده؟ بحبه. تحبيه وتكرهيه ايه؟ انت اتجننتي؟ مش ناقص كمان غير انك تقولي لي عايز تتجوزيني. واي نوت؟ ليه لا؟ يبقى الواد ده ضحك عليكي، ده ضحك عليكي ولعب عقلك. انا مش صغيره عشان يضحك عليا. اسمعي يا عفاف، بصي حبيبتي ما تنرفزنيش. عفاف ارجوكي فهميني كويس يا حبيبتي، انت عارفه انا بحبك قد ايه. انا ما يهمنيش حاجه في الدنيا غير مصلحتك. الولد ده مش كويس، انت لازم تبعدي عنه. انت لازم تنفذي كلامي وبالامر. ابعد عنه ليه؟ انا ما شفتش منه حاجه وحشه. انا مش عارفه انت ليه بتكرهيني. هو في ايه؟ مالكيش دعوه، انت ما تسالينيش، انت تنفذي اللي بس. انت فاهمه؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ مش عارفه الواد ده طلعني منين. هتجنن. بشير، افندم يا هانم. خد الورد ده حطه في الفاز. تحت امرك. قولي الانسه عفاف صحيت؟ ست عفاف خرجت من حوالي ساعتين وكان في ايدها شنطه سفر. شنطه سفر؟ ايوه. طب ما قالتلكش رايحه فين؟ لا يا فندم. خدمه تانية؟ لا شكرا. عفوا.
استاذ مجدي، يا استاذ مجدي. ايه يا ابني في ايه؟ في ناس عايزينك. على فكره السيريك ده عايز يتنضف جامد. ماشي يا ريس. ناس مين اللي عايزينك؟ معرفهمش. طب مستنيني فين؟ مستنيك عند الاوضه. طب نضفها. ماشي يا ريس. عفاف انت مش لازم تستني هنا خالص. يعني ايه؟ عايز نرجع لخالتي تاني؟ هتعرف وهتعمل لنا فضيحه. ما احنا هنتجوز. هنا ما ينفعش. ما تسالنيش ليه. احنا لازم ندور على مكان تاني خالص. بس الظروف دلوقتي ما تسمحش. ولا بعدين. انا ما بحبش اليأس، وسيبني انا هتصرف. تتصرف في ايه؟ في المكان اللي هنعيش فيه. انا ما اقبلش. مفيش فرق بيني وبينك، وانت بكره هتشتغل وهتكمل دراستك. وجوز خالتك ده كل ما اروح له ويقعد يستجوبني في الاخر يسيبني اروح. مش مهم، انا هتصرف من غيره. طب انت هتروحي فين دلوقتي؟ ما تقلقش عليا، قرايبنا كتير. انا همشي دلوقتي ويوم ما ارجع هيكون كل حاجه تمام، وهجيلك بالفستان الابيض وبايدي المأذون. سيب المأذون عليا يا ستي، وانت بس هاتي الفستان الابيض. ماشي، بس انت كمان شوف لك حته جلابيه بيضه كده نمشي المذيع. ماشي. مجدي، ان شاء الله خير. الطيور والكروان والضفادع. الله، قد ايه جميل. دي أصوات الطبيعة.
في أصوات الحب.